بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما ادخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. اول كده حاجة هنخش على الغدا على طول. هنعمل النهارده كده طواجن رز معمر باللحمة. فأكلة سهلة برضو، مش بتاخد وقت في المطبخ. حطيت كده في الطاجن شوية من الزيت، ونزلت بالرز كده رقة خفيفة كده. وكنت غاسلة الرز قبلها ونقعاه ربع ساعة. حطيت أول طبقة كده، وهبدأ أرص اللحمة آه، في على الرز كده. وبعد كده أحط ملح وفلفل، وأحط الطبقة التانية. في ناس مش بتحب تحط اللحمة نية وبتديها التشويحة كده على النار، بس انا من الناس اللي بيحب احط اللحمة نية. بتديها طعم كده وريحة، وبتبقى حلوة مش زفرة ولا اي حاجة. فحطيت كده اللحمة، وحطيت فوقها الملح والفلفل، وبحب اكتر الفلفل شوية علشان الفلفل بيدي ريحة وطعم كده للطواجن، وبتبقى طعمها جميل. بعد كده حطيت الطبقة التانية، وهعمل كمان طاجن نفس الخطوات بتاعة الطاجن الأولاني. شوية زيت في أرضية الطاجن، وطبقة من الرز، وهرص اللحمة برضو. والنهاردة كده قلت أعمل طواجن وصينية بطاطس كده خفيفة في الفرن. هطلع أحطها كده في فرن على السطح. وكنت هقعد بقى كده يعني على السطح، انضف السطح شوية. كنت بنشف عيش اليمو، يعني قلت ايه اليوم يبقى على السطح، وارتب الدنيا فوق كده، عشان احنا على طول دايما بنطلع نقعد على السطح في الحر اللي احنا فيه ده. يعني كده على الساعة 6 كده باخد الولاد وبنطلع نقعد فوق، نجيب بقى شوية لب مش عارفة ايه، ونطلع نقعد وننزل على الساعة 11 12 كده. وساعات باخد كمان التلفزيون فوق، عندنا فيش فوق وكده، فساعات باخد الشاشة الصغيرة دي بعلقها، وبنقعد فوق كده في الطراوة. فقلت النهاردة بمناسبة اللي انا هنضف فوق يعني وهرتب الدنيا، اعمل بقى ايه طواجن واحطها في الفرن جنبي. و يعني مش بتاخد وقت في السوا كده، واعمل اللي انا عايزاه. فقلت بقى ايه النهارده اعمل الطواجن، وكانت الولاد كمان عايزه قرص اعملها لها وكده. فقلت اعمل الطواجن، وبعد كده انزل اعجن عجينه القرص، واخد القرص برضو واطلع اخبزها على السطح واحنا قاعدين يعني سوا كده فوق. فغليت كده اللبن اهو بغليه عشان اخده معايا احط فوق، علشان مش بحطها ايه يعني وانا طالعه عشان ما يندلقش مني اللبن وكده. فهغليه واخده معايا كده فوق، احط اللبن في الطواجن قبل ما تخش الفرن. هعمل بقى كده صينيه بطاطس. فجبت صينيه كده شويه زيت وقطعه سمنه بلدي كده، وهنزل كده ببصل وتوم وكمان قرن فلفل، بس يعني مش كتير، حاجات كده بسيطه. هديها كده تشويحة، وبعد كده اول ما ريحة التومة كده والبصلة تطلع هنزل بالبطاطس اديها برضو تشويحة. وبعد كده احط لها الطماطم بتاعتها. انا النهاردة عاملة صينية بطاطس كده يعتبر ني في ني، مش مكترة لها برضو طماطم، حاجات بسيطة كده علشان برضو الدنيا حر، والاكل المسبك وكده بصراحة بيبقى مش حلو قوي في الحر اللي احنا فيه ده وفي الصيف. فحطيت لها يعني شوية من الطماطم كده بساط، بس كانت حلوة جدا وزي العسل والله. وكانت ما شاء الله غدوة جميلة جدا. فنزلت كده بالبطاطس، هديها كده تقليبة مع التومة والبصل، وتاخد كده تشويح. وبعد كده هنزل بالطماطم. زي ما قلت لكم الحر اللي احنا فيه ده عايز اكلات سريعة وحاجات كده خفيفة كمان، علشان الاكل تقيل جدا في الحر، مش عارفة ليه بصراحة. فالواحد بصراحة مش عارف يعني يعمل اكل ايه او ياكل اكل ايه. فالله المستعان. حطينا كده مكعب مرق، وهحط ملح وفلفل وبهارات من السبع بهارات، وخلاص على كده تبقى احلى صينية بطاطس جنب الطواجن. حلوة جدا وسهلة وطعمها كان حلو جدا.
فهديها بقى تقليبتين كده، وهنزل بالطماطم وهسيبها تاخد غلوتين كده 3 على البوتاجاز. وبعد كده هاخدها معايا فوق برضو، اديها لون كده يعني تحت وهديها وش كده محمر حلو، الولاد بيحبوها محمرة وشها يعني. ودي كانت غدوتنا النهارده، سهلة كده وبسيطة وطعمها حلو جدا. زي ما قلت لكم كده، نزلت بشوية طماطم صغيرين وشوية ماء صغيرين، وهسيبها بقى تستوي براحتها. زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله حلوة جدا، طماطم حلوة جدا، مش اوفر ولا حاجة. هوطي بقى عليها كده شوية وهاخدها معايا وانا طالعة. طلعت كده، حطيت اللبن في الطواجن وبدأت كده اشغل عليهم الفرن. بحطهم الاول على نار عالية جدا علشان ياخدوا وش من فوق، وبعد كده بطفي من الجناب واوطي من تحت خالص. بعد ما اتشربوا كده زي ما انتوا شايفين، بغطيهم كمان بغطا كده علشان الغطا يكمرهم كده ويستووا بسرعة. وبهدي عليهم النار بقى وبسيبهم براحتهم ساعة بقى ساعتين زي ما انتي عايزة. بسيبهم كده على نار هادية لحد ما يستووا خالص. وهنا كمان كده حطيت الصينية تاخد وش، وبعد كده طلعت الصينية وحطيت بقى السمنة البلدي كده على الوش، وهدخلهم بقى الفرن. وهنا كنت طفيت عليهم يعني هغطيهم تاني وهسيبهم لحد ما نيجي نتغدى. نزلت هنا بقى، قلت كده اعجن القرص واسيبها ترتاح لحد ما نتغدى، وبعد كده ابدا اشتغل فيها. فكان مع عندي 3 كيلو دقيق، حطيت ملح وسكر وكمان سمسم وخميره، وكان عندي كوبايه من الزيت وكوبايه من السمنه. حطيتها كده من الكيس بتاعها، كانت عندي يعني اقل من ربع كيلو حطيته. وكان عندي كمان شويه من اللبن الرايب، هحطهم برضو وهكمل بالميه عادي. بس كده قلت ايه اعملهم، يعني كانوا عندي 3 كيلو دقيق دول بقالهم فترة وخفت يبوظوا يعني بره التلاجة، فعملتهم زي ما انتوا شايفين، عجنتهم كده وبقوا عجينة زي الفل. هغطيها واسيبها بقى ايه ترتاح لحد ما اغرف كده الاكل نتغدى، وبعد كده نشتغل فيهم. كنت سبت كمان الطواجن تبرد خالص لان الدنيا حر زي ما انتوا عارفين، فقلت تبقى كده ايه دافية مش سخنة قوي. وما شاء الله طالعة حلوة جدا، والبطاطس وريحة الطواجن حلوة جدا ما شاء الله. فاتغدينا والحمد لله. وبدأت اشتغل كده انا وبنتي في القرص. بقينا نفرد كده زي ما انتوا شايفين، خلصتهم كده وخدتهم بقى ايه، طلعت على السطح وقلت ابدأ في الخبيز بتاعهم. انا كنت هعملهم فوق بصراحة، بس القطة بتغلبني فوق، عندنا قطة كده فبتغلبني بقى، فقلت اعملهم تحت واطلع اخبزهم بقى فوق. بعد كده قلت اعمل لهم بقى عشاء كده من القرص. حطيت بطيخ بقى وجبنة قديمة، كنت جبتها يعني معايا وانا نازلة من على السطح. وكنت عاملة ليا كوباية شاي بلبن كده، قلت اخد قرصة. وعملت لهم بقى سندوتشات كده منه، بقيت افتح كده القرص واحشي لهم جبنة قديمة وبياكلوا بقى بالبطيخ. وكانت القرص زي العسل زي ما انتوا شايفين، طرية وجميلة وبتتفتح كده تحشيها بقى زي ما انت عايزة. حاجة بسيطة كده وبتبقى في البيت، الخبيز في البيت حلو جدا وخير. والعشاء بقى الافطار بتبقى حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده طالعة حلوة جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.